الوداد شويه؟ شاهدت الوداد. شاهدت الوداد الفريق اللي خوف الترجي؟ لا، كلمة يخوف لا، يعني خوف كرويا قصدي هذا هو. لا يعني لا ما يخوفش، ما يخوفش، اما زوز عندهم متساوية، ما يخوفش. فماش واحد متفرق على الاخر خاطر تو الترجي الرياضي التونسي الرجوع نتاعو للحالة نتاعو الطبيعية تو مع الفيكتوار هذه ممكن تعطي شويه راحه نفسيه واكثر. إن شاء الله. يعني اما اللي عند الترجي الرياضي التونسي بارابار اللي شفته عند الوداد معناها فاسيلمون طارق يجي يقرا ويخرج حاجه ايجابيه. لا يجب من المغرب يوم الاحد ننتظروا حاجه ايجابيه من طرف الترجي باذن الله باذن الله، على خاطر ما فماش حاجه اللي معناها باش تفوت الترجي الرياضي التونسي. واضح. في كلمه حمدي، افيش الترجي وداد النهار الاحد. والله شو راي الحظوظ متساويه ما بين سامحني الغادي سامحني اول ماتش الغادي اول ماتش نهار الاحد في المغرب ثم العوده نهار الاربعاء في تونس. يعني مقابله ماهيش باش تكون سهله على الاثنين هذا. يعني نشوف الريفاليتي ما بين زوز فرق يعني راهي كبيره ياسر عندها يعني توا سنين. يعني بالنسبه لنا الترجي الرياضي التونسي اذا باش نشوفوه بالصوره اللي شفناها اليوم بوتيت ينجم يعمل المفاجاه، لكن يعني مقابله المفاجاه صحيحه انا نراها بوتيت هنايا في الاياب اكثر منه باش تكون في الالي. فما حاجه مهمه بربي هي ريكوبيراسيون اهم حاجه ريكوبيراسيون ليفيكتيف نتاع الترجي. راهو نحكيو على ماتش ديبلاسمون، معناها الترجي عمل ديبلاسمون ماتش ديبلاسمون غدوه يسافر ماتش وغدوه يسافر. العمق نتاع ليفيكتيف اسكو لا كيسيون ولا لي كيسيون اللي تو باش يتحطوا في تحضير مباراه الوداد، خاطر الماتش نجم يتلعب لبرا مش نبقاو نستناو في الروتور. اسكو فواياج يعني قصير يعني روزمون ماهوش مش نحكيو على الفواياج، احنا نحكيو تورينا ماتش انتونس، ماتش كوستو اليوم تلعب، ماتش فيزيكمون كوستو فيه بوكو ديناجي. معناها يتاثر الترجي بدنيا ضد الوداد. هو تو كومون يفون جيري هاد 2-3 جور اللي جايين، وهل عندك ليفيكتيف اللي هو حاضر دي جوور معناها حاضرين في النيفو اللي ريناه بالملاعبين اللي لعبوا اليوم، باش حتى كان يعمل تورنوفر ما بين الماتش الجاي والماتش اللي بعده الراو ترجي او موا في نيفو متقارب فنيا وبدنيا وذهنيا على اللي ريناه اليوم في راتس. يعني خايف كان بدنيا من الترجي انت فقط الاخر كل مش مقلق فنيا الوداد؟ ابدا لا ابدا بدنيا كيفاش يفون جيري هالايامات الجايين باش نلقاو لا فريشور اي لانتونسيتي في الجو هذه، على خاطر رينا بوكو ديفور كي سي ريبيت بوندون لا دوري دو ماتش، رينا بوكو دو سبرينت، رينا بوكو دو معناها دي ترانزيسيون في لي دو سونس في الذهاب وفي العوده وبوكو دو بريسينغ زاده. دونك اسكو ليفيكتيف اللي موجود وهل طارق باش يواصل بنفس المجموعه، واذا حب يعمل التورنوفر هل باش يعطيونا البرودوي هذايا اللي شفناه؟ هذوما هما الاسئله اللي زاده باش يدخلوا في خانه خبره المدرب والقيمه نتاع طارق ثابت. اسكو والاطار الطبي ككل كذلك بطبيعه الحال ما هو اسمع راي البلب كبارها صاحبي. اي فما صحيح معناها واحد جهاز طبي وكذا، لكن راهو فما زاده فلسفه نتاع مدرب وشخصيه مدرب اول سي معناها سي لوي كي مي لي غراند ليني والناس الكل تتبع. هو انا نحط هذايا راهو سي مون بروجي، تحب ولا تكره، سي مون بروجي اموا سي ما لوا، انا عندي لا لوا نتاعي جو في امبوزي ما لوا، الناس الكل تتبع. دونك هنا خبره المدرب كومون يفا جيري الايامات هذوما. جو بونس والله اعلم اللي عنده من الخبره الكافيه ان كانت القاريه ولا المحليه ولا حتى في دول اخرى في بطولات اخرى، وحتى من الفيكيو نتاعو كان جوار انترناسيونال عمل كوب دو موند وعمل كوب دافريك الى اخره، نتصور ينجم يعدي ان شاء الله. الملاعبيه اللي باش يعطيهم ثقته ينوروه. واضح جدا هذا كلام نصيف بياوي. اخر كلمه على لقاء الترجي والوداد نهار الاحد في كازا. معك سي عبد الباقي، ريفاليتي كبيره بين زوج جمعيات كبار مع احداث 2019 مع زوج ملاعبيه يعرفوا الترجي مليح، نحكي على الياس الشتي ونحكي على حمد الهوني. يعني الترجي كتاب مفتوح والوداد كتاب مفتوح. عنوان صحفي للقاء القمه الوداد الترجي يوم الاحد. أنا بالنسبة لي نحب نقول لقاء التضامن، نحب يكون لنربط بكلامي على الأول. سنكون فيه إن شاء الله متضامنين من أجل القضية الأهم، وهذه كورة اللي يكون حاضر خير في التيران ربي معاه.
واضح جدا الأكيد ترجي قدام مأمورية كروية تونسية، الأكيد مش يكونوا دي جلادياتور في المغرب. وعودنا الترجي أنه دائما يرفع راية كرة القدم التونسية في المحافل العربية والقارية. بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي ضد الوداد المغربي. 50-50 الحظوظ، ولكن شوط أول في المغرب لن تحسم المباراة في المغرب، ستحسم على أرضية ملعب حمادي العقبي. الترجي عندهم اليوم تفرجت في ماتش الوداد ونيمبا. كنت أنا في السابق تحدثت على الشعب المغربي وقلت أنه شعب حر ولا يرضى بالمهانة، وهو شعب متعاطف مع قضية إخوانه في فلسطين، وأنه شعب لا يمكن أن نطالبه بدين أخطاء رجال السياسة الذين ارتأوا ما ارتأوا وفعلوا ما فعلوا، وأنه هذا الشعب هو شعب مبدأ، وشعب هو من أحفاد المرابطين، هو من أحفاد بواسل ومن أحفاد أبطال. اليوم الصورة هذه تجسمت في مباراة الوداد ونيمبا من خلال الصورة الجميلة لجمهور الوداد الذي غصت به أركان الملعب، وكان يجي ما يجيش برشا الجمهور، والجمهور اليوم جاء لنصرة القضية الفلسطينية أكثر من جيته للماتش، لأنه الماتش كان ضامنه تقريبا بنسبة 99%. وجمهور الوداد قدم عروضا جميلة أرسل من خلالها مساجات إن شاء الله تكون وصلت إلى قلوب المتعاطفين، وإن شاء الله تكون خناجر تدغر المتآمرين. وأكد جمهور الوداد كجزء من الشعب المغربي أن الشعب المغربي لا يقايض ولا يساوم في القضايا المبدئية. ومن ملعب الدار البيضاء حيث مباراة الوداد وإنيمبا تأتي الصورة الأخرى من ملعب رادس لجمهور الترجي الرياضي التونسي، ليتعانق الفريقان من أجل قضية واحدة تجمعهما، خاصة وأنهما سيلعبان المباراة الجاية، ولكن مش يلعبوها بروح المتآخين الذين لهم قضية توا أهم الكرة وأهم من كل شيء، واللي من خلال المباراتين إن شاء الله نشوفوا مساجات أخرى، ولما لا نشوفوا مساجات مشتركة في ملعب رادس بين مجموعة من جمهور الترجي ومجموعة من جمهور الوداد، ثم في ملعب الدار البيضاء بين مجموعة من جمهور الوداد وجمهور الترجي، تكون فيها رسائل لشعبنا الباسل في فلسطين. جمهور الترجي كعادته، وهذا مش غريب عليه، والمسألة هذه تتجدد دائما مع جمهور الترجي، يفاجئ بصورة مبهرة جدا وقف لها العالم كله. اليوم شفت حتى في بعض المواقع الرسمية واحد العربية وقفوا إجلالا لهذه الصورة الجميلة المساندة. أكثر من الصورة جمهور يقعد لك 90 دقيقة وهو بين مناصرته لفريقه وبين مناصرته القضية الأم، وهو يهتف باسم القضية وباسم الشعب الفلسطيني. الجمهور هذا يستحق تحية كبيرة وتحية إجلال، ولو أنه بتاتر الفازة الصغيرة اللي صارت وما عجبتنيش، ما فهمتش علاش منظر الشواشي وقت مشاو المصورين باش يصوروا الدخلة مشى لهم وقال لهم لا برا مشيو من عارش ايش صار توصية الكاف يا اخي في اللحظة هذيك ما ثماش حدود يا سي منظر الشواشي، اللحظة هذيك ما فيهاش حدود، اللحظة هذيك فيها تفاعل، يا تتفاعل انت بيدك وتجبد مصورة وتصور معاهم، مش تمشي تبعدهم وعلاش بعدتهم مانيش عارف، يا خليتهم بالكرتوش في ايديهم، ما مصورات يصوروا في ايديهم الى هذا الحد. معناها انت الكونفدرالية عطيتك تعليمات، معناها الور ولو انه مع اعتذاراتي ليه وواحد منظر راهو منظر ما نلقاو كل شيء باش تعس على التوانسه انت سواء صحفيين او غيرهم، لنهار قيلك تحل في مشكل نتاع صحافي تونسي وكذا، فمع ليزانستونس هذوما يا تزيد واحد تزيد تعمل الواحد. الور اش عندنا فيه؟ نرجعوا للايجابي. الصوره هذه ستبقى صوره خالده فيها تصوير الشهيد التونسي زواغي، فيها تصوير المقاوم الفلسطيني، وفيها شعارات متنوعة وأعلام فلسطين، فيها أسماء كل المدن الفلسطينية. لو تروازيام بوان اللي مش عامل لنا التريونجل نتاع الصور هذه كل جمهور سيلتيك جلاسكو اللي زاد يستحق تحية تقدير وتحية احترام. شخصيا البارح تفرجت في سيلتيك جلاسكو واتليتيكو دو مدريد وبس، ما تفرجت في حتى ماتش اخر، شفت مع سيلتيك جلاسكو، وسيلتيك جلاسكو هو فريق الثاني الان وسأتابعه الى
البطوله الاوروبيه وساتابعه في البطوله الاسكتلنديه. زدت شفت بهيك الصوره اللي قدمها تقريبا ضربوا فلسطين عند كل نفر من انفار جمهور سلتيك غلاسكو. يبقى هذه رسائلنا، فيا حكام العربي استفيقوا وليكن لديكم بعض من الرجوله والشجاعه والشهامه لتنقذوا القضيه.